لما تاخذ بنية من بيت أبوها أنت راح تاخذها جاهزة. ما تعرف شلون كانت فرحة أبوها لما أول ما جت للدنيا. ما تعرف شلون كان شعوره لما أول مرة إيدها احتضنت أصابعها. ما تعرف اللحظة الأولى أول ما شافها قامت تمشي شلون طار من الفرح. ما تعرف لما كانت تتمرض شيء كان يعيش بقلق وما يهدى له بال لحد ما يشوفها طابت. ما تعرف شقد ما تعب لحد ما لقى لها أحسن المدارس، وكم ليلة وليلة سهر في سبيل إنه يعلمها الأحرف لحد ما تخرجت من أحسن الجامعات، وبالأخير لزم إيدها وخلاها بين إيدك. فاليوم هي أمانة يمك، لازم تحافظ عليها، لازم تصونها، لازم تخليها بين عيونك مثل ما هو كان خالها بعيونه، وتحقق لها اللي بنفسها مثل ما كان هو الليل ما ينامه لحد ما يوفر لها الأشياء أو الأمور اللي بنفسها. كنت ما تعرف إنه هي ضوء البيت بالنسبة لها أو بالنسبة لأهلها، هي ضوء البيت، واليوم البيت فارغ ببساطة هم منطوق الشمعة مالتهم. فلذلك اليوم أنت لازم تعرف كل هذا وتفكر بيه زين وتقدر قيمتها وما تهون عليك وتخليها بين عيونك حتى تلقى الشخص اللي بعد سنين طويلة يخلي بنتك بعينه. لازم أنت اليوم تصير إلها أهل بعد ما أخذتها من أهلها. فكر وتذكر إنه إلها أب كان يسهر ويتعب في سبيل ما يشوف الدمع بين عيونها. يمكن الموضوع أكبر مما تتخيل، فلو تكون قدها وتتحمل مسؤولية، لو تخليها ببيت أهلها معززة مكرمة.